حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل الوافل بطريقة سهلة، وهنعمله احلى واطعم من الجاهز بكتير جدا. وانتوا عارفين الوافل غالي جدا بره، يعني القطعة ب15، دلوقتي تلاقيها وصلت 20 جنيه. احنا هنا معانا كوباية زيت صغيرة جدا من بتاعة القهوة، ومعانا كوبايتين دقيق، ومعانا بيضتين، ومعانا كوباية لبن، ومعايا معلقتين نشا كبار، ومعايا فانيليا وبيكنج باودر. احنا حطينا و4 معالق سكر. احنا حطينا هنا كوباية الزيت، وحطينا 4 معالق سكر، وهنحط كده البيضتين. معرفش لقيت حاجة كده في البتاع كده. حطينا البيضتين، وهنحط 2 فانيليا. عايزه اقول لكم هيطلع تحفه. ولو ما عندكوش المكنه بتاعه الوافل، احنا ممكن نعمله في فرن البوتاجاز عادي جدا. يعني في حاجات بتتباع سيليكون كده في اي هايبر، عندي ادوات منزليه، محلات ابو 2.5 ديت هتلاقوها، ونعملها في فرن البوتاجاز عادي جدا. يعني مش شرط المكنه. كده احنا ضربنا الخليط كده مع بعض. ضربنا كوباية الزيت الصغيرة، البيضتين، 4 معالق سكر، فانيليا. هنضربهم كده مع بعض، وعلى فكرة هو ما بيتضربش كتير خالص. هنحط بقى كوباية اللبن، وهنضرب ضربة بسيطة. نحط بقى كده كوبايتين الدقيق. طبعا نكون نخلين الدقيق مرة واتنين. نحط كده معلقة بيكنج باودر، معلقة كبيرة، عشان يطلع هش كده معانا وخفيف. نحط معلقتين نشا كبار، معلقتين النشا دول علشان يطلع معانا كده ان هو ناشف شوية. اللي بيحبه طري ما يحطش خالص النشا. كده لقيت الخليط عايز كمان شوية لبن، يعني نقول حطينا معلقتين تاني لبن. طبعا احنا عارفين دقيق عن دقيق يختلف. يعني نحط كوباية اللبن، عوزنا ربع كوباية لبن، معلقتين 3 لبن، مش هتفرق كتير. كده تمام. احنا طبعا ما ضربناهوش قوي لان هو ما بيتضربش قوي. احنا طبعا مسخنين المكنه بتاعه الوافل. بصوا بقى العجينه بتبقى سايله كده، يعني بتبقى سايله عن عجينه الكيك بحاجه بسيطه. احنا كده هندهن المكنه بتاعتنا بالفرشه بالزيت، عشان بس ما يلزقش معانا ويطلع بسهوله. لازم احنا قبل ما نبتدي في الوافل نكون مشغلين المكنة بتاعتنا، علشان لازم تسخن كويس جدا. كده تمام. نحاول ان احنا نحط بالراحة كده، واحدة واحدة. المكنة خدوا بالكم بدال سخنة مش هيغيب خالص فيها،
ما ينفعش ان احنا نحط والمكنة تكون باردة، لازم تكون سخنة. نسويه كده على المربعات بالراحة. طبعا الاولاد بتحب الحاجات دي قوي قوي وبيشتروها بالغالي من بره. زهق بقى بالليل كده، عايزين حاجة مسكرة، حاجة كويسة ان هم ياكلوها. سهل جدا ان هم بيطلبوها على طول كده وتجيلهم، وبتيجي غالية جدا. بصوا بقى الجمال. ممكن نقلبها كده، مش عايزين تقلبوها ممكن ان احنا نخليها شوية. هي عامة بتاخد من 3 دقايق ل4 دقايق، مش اكتر من كده. بصوا بقى الجمال. على فكرة احنا نفرش ورقة، نحط مناديل على الطبق. انا دلوقتي هحط منديل على الطبق علشان طبعا سخن ينزل في طبق ازاز، ممكن تلاقوها ندت كده ندى، فلا احنا مش عايزينها تبقى طرية. يعني هي خدت في المكنة 3 دقايق مش اكتر من كده، علشان المكنة معايا سخنة فبتطلع الحاجة بسرعة. نمسح كده حوالينها علشان بس ايه ما نلحوسش الدنيا. بصوا الجمال. عايزة اقول لكم ريحتها فظيعة، طالعة تحفة بجد. احنا طبعا كل ما نطلع نمسح برضو كده بالفرشة عشان تطلع معانا سهلة جدا. شفتوا الجمال؟ عايزة اقول لكم وناشفة وجميلة جدا جدا جدا. قبل ما تخلصي بينادي عليا. بصوا تحفة تحفة، هشة بطريقة رهيبة، جميلة جدا جدا. تعالوا بقى نزوقها كده مع بعض. طبعا عندكم فاكهة حطوا اللي انتوا عايزينه، حطوا عليها. انا عندي هنا شوكولاتة، اللي انتوا عايزينه حطوه عليها. عندكم عسل، عندكم سكر بودرة، عندكم شوكولاتة، عندكم صوص كراميل، اه اي حاجة مش هتقول لكم لا. عايزة اقول لكم والله تحفة. شوفوا بقى القطعة دي من بره تشتروها بكام، احنا عملناهم من ولا حاجة.
هي هنا بقى معانا صوص شوكولاته برضو، عشان انا عيالي بيحبوا الشوكولاته جدا جدا. اي صوصات عندكم حطوها. ده صوص توت، دي سكر بودرة. هنحط عليها كده عسل ابيض، وهنعمل واحدة بالعسل الابيض برضو. عايزة اقول لكم فظيعة. انا عيالي لو عليهم عايزين يعملوه كله بالشوكولاتة. وهنا برضو عملت دي بالشوكولاتة كده وحطيت على وشها، ودي كده هنعملها بالعسل. عايزة اقول لكم هتبقى فظيعة كده. تمام. والتانية هنعملها بالشوكولاتة ودوت بقى معانا شوية جوز الهند كده رشيناه عليه. ده كان فيديونا النهاردة معاكم، يا رب يكون عجبكم، واعملوا كل حاجة في البيت ما تكسلوش. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.